سجن صدنايا. السجن اللي سمعنا عنه حاجات كتير وكلام كتير، كان بيرعب نفوس السوريين وبيرعب الناس كلها في العالم كله. مجرد ذكر اسمه في سوريا كفيل ان يخلي النفس ترتعد من جوه من كتر الحاجات اللي اتسمعت عنه. لكن طبعا في الساعات الماضية للأسف أغلب الحاجات اللي كانت بتتسمع عنه تبين إنها حقيقة، بل وإن الحقيقة أبشع بكتير من اللي كان بيتسمع واللي كان متداول عن السجن ده. طبعا حكومة بشار الأسد كانت دايما بتحاول تسرب بعض المعلومات والقصص عن السجن دوت للسوريين عشان تفضل تدب في نفوسهم الرعب من الحاجات اللي هتحصل لو انت عرضت او ان انت حاولت تقول رأيك. طبعا السجناء كانوا بيلقوا اقصى انواع التعذيب، لكن الحمد لله في الايام اللي فاتت بعض السجناء رجعوا لاهاليهم الحمد لله، وبعض السجناء تاني طبعا حالتهم كانت صعبة جدا بعد ما قضوا سنين طويلة جدا. في بعض السجناء وصلوا لغاية اكتر من 40 سنة معتقلين جوه السجن، محدش يعرف عنهم حاجة وما يعرفوش اي حاجة عن اهاليهم، لدرجة ان هم نسوا نفسهم اصلا. طبعا الفرحة دلوقتي ان دول الحمد لله رجعوا لاهاليهم وبدأنا نعرف عنهم. حتى الاطفال ما أسلموش في السجن. في بعض الاطفال دخلوا وهم اطفال قصر وقضوا تقريبا سنين عمرهم في السجن ده. انتوا متخيلين ان احنا نسمع عن قصص ان انت واحد بيخلوه يقعد على كرسي لغاية اما يدوب جلده، او غرفة الملح ان هم يدخلوه مع الجثث، او ان هم يسمعوهم وهم في السجن الصرخات بتاعت الناس اللي بتتعذب او الناس اللي بتموت جنبيهم. طبعا منظمات حقوقية حاولت كتير تعرف اللي بيحصل وتتحقق منه، لكن ده ما كانش ممكن. النظام ما كانش بيسمح بالكلام دوت ان حد يعرف منهم. وللفرحة ان احنا طبعا يعني في ناس طلعت كان المفروض ميعاد اعدامهم خلاص بعد في نفس اليوم او بعد ساعات من التحرير السجن ده، وسبحان الله ربنا قادر على كل شيء، طلعوا قبل ميعاد اعدامهم وهم كانوا خلاص سلموا تماما ان هم هيعدموا. طبعا الفظائع اللي حصلت ما تذكرش بالنسبة سواء للرجال او السيدات المحتجزات. دول ناس ما فيش في قلبهم لا دين ولا شفقة ولا رحمة، ان هم يعني طرق وحشية ما كانتش تخطر على قلب بشر. يعني احنا سمعنا قبل كده عن طرق تعذيب كتير، لكن اللي بيحصل والحقيقة ده تخليك مش قادر تستسيغه، مش قادر حتى توصل ليه. يعني بصراحة يعني ألف مبروك للسوريين إن هم انتصروا، وألف مبروك لكل العائلات اللي أخيرا بعد سنين طويلة عرفت أماكن أبنائها وعرفت أماكن أهلها اللي كانوا محتجزين، وكانوا يظنوا بعضهم إن هم توفوا. لكن أعتقد إن هم لو كانوا توفوا كان هيبقى أفضل ليهم من التعذيب اللي كانوا بيلقوه والأهوال اللي كانوا بيلقوها داخل السجن. لكن ربنا أراد إن هم يعيشوا لليوم دوت ويشوفوا بنفسهم التحرر ويشوفوا بنفسهم سقوط النظام بشار الأسد الفاسد الفاجر. يعني طبعا أكيد الناس اللي طلعت وهي بعد التعذيب الطويل ده اللي كانوا يظنوا إن هم هيعيشوا وهيموتوا عليه، مش مصدقين نفسهم. ناس طالعة مش مصدقة إن نظام بشار الأسد سقط ومش مصدقة اللي حصل. وده طبيعي، يعني ان انت لما بتبقى قدام نظام فاسد فاجر مجرم بيتعامل بكل القسوة وكل الوحشية ديت، بتظن ان انت مش هتقدر عليه يعني. لكن بفضل الله وبالعمل وبالجد وبأرواح الشهداء اللي ماتوا كان ممكن النصر دوت وكان ممكن التحرر ده. لسه في خبايا كتير هتبان طبعا عن سجون نظام الأسد، فاحنا دلوقتي بنحاول نجمع أكبر معلومات ممكنة. ألف مبروك للشعب السوري.